أهلا بيكم، معكم أحمد أسامة. أنا بشتغل في أسواق المال من سنة 2010 تقريبا. اشتغلت سواء كمتداول أو كمحلل أو كباحث، وعلى مدار الفيديوهات اللي جاية دي هنبتدي نتكلم مع بعض عن أسواق الأسهم وتحديدا أسواق الأسهم الأمريكية. بس الموضوع هيكون مختلف شوية، لأن احنا هنحاول نعرض الموضوع من وجهة نظر شاملة. دايما بلاقي الناس عندها مشكلة في الأساسيات، الناس دايما عايزة تدخل تتداول على طول، عايزة زي ما بنقول كده الخلاصة. لكن احنا ببساطة جدا هنحاول ان احنا في مجموعة الفيديوهات اللي جاية دي نوضح المفاهيم الرئيسية الخاصة بأسواق الأسهم من البداية خالص، ونحاول ان احنا نخلي القناة دي كمرجع لكل ما هو او لكل المهتمين بأسواق المال بشكل عام. هنبدأ سلسلة فيديوهاتنا بسلسلة نتعرف فيها مع بعض على أساسيات الأسهم، سواء انت كنت متداول ومهتم بأسواق الأسهم او لا. هنقدر ان شاء الله ان احنا نوصل لك المعلومه، لان احنا هنبدا الموضوع من البدايه خالص. هنتكلم كمان عن بعض المعلومات العامه المرتبطه بالاسواق، لان زي ما قلت لك دايما بلاحظ ان المشكله الرئيسيه ان الناس ما عندهاش الاساسيات البسيطه خالص، وبالتالي ده بيسبب لهم مشاكل كتير جدا حتى وهم مش عارفين. وخلونا نبدا في اول حلقه. مفيش يوم بيعدي إلا لما بنسمع كلمة أسواق الأسهم أو البورصة، بنفتح التلفزيون بنلاقي المؤشرات نازلة، تفتح السوشيال ميديا تلاقي كل الناس دلوقتي بتتكلم عن إن السوق طلع، السوق وقع، وتسمع حد بيقول لك ده أنا كسبت في الأسهم وفلان خسر كل فلوسه. بس لو سألت نفسك هو إيه أصلا سوق الأسهم؟ يعني مين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري، وليه الأسعار بتطلع وتنزل، وليه ناس بتكسب منه وناس تانية بتخسر؟ في الفيديو ده بقى أنا هشرح لك كل حاجة عن سوق الأسهم من البداية خالص، وبطريقة بسيطة جدا ومن غير مصطلحات معقدة. خلونا نفهم في البداية يعني إيه سوق الأسهم أو يعني إيه البورصة، وليه أصلا الشركات بتطرح أسهمها، وإزاي المستثمرين حول العالم بيكسبوا من السوق ده، وإزاي ناس تانية بتخسر. الفيديو ده هيكون البداية اللي بعده هتقدر إنك تمسك الموبايل أو اللابتوب بتاعك وتبص على الشارت وتفهم هو بيقول لك إيه بالظبط. فيلا بينا نبدأ. وأول حاجة يعني إيه سوق الأسهم؟ وخلونا نبدأ بالأساس. تخيل معايا كده إن في شركة صغيرة، شركة مثلا بتصنع عصائر طبيعية، وبدأت إن هي تحقق نجاح كويس، لكن صاحبها دلوقتي محتاج سيولة أو محتاج فلوس عشان يقدر يفتح مصنع أكبر ويجيب خطوط إنتاج جديدة ويصدر كمان المنتجات بتاعته للدولة أو لدول غير الدولة اللي هو عنده المصنع فيها. هنا بيكون عنده حلين. أول حل إن هو ياخد قرض من البنك، يا إما يبيع جزء من شركته للمستثمرين تانيين يدخلوا معاه كشركاء. القرض معناه إن البنك هيديله فلوس، بس هيبقى عليه دين لازم يسدده ومعاه كمان الفوائد بتاعته. أما الحل التاني إن هو يبيع جزء صغير من الشركة ويبقى عنده شركاء معاه في المكسب وفي الخسارة، وده اللي بيخلي الشركة تطرح أسهمها. طيب يعني إيه بقى سهم؟ السهم ببساطة هو ورقة ملكية، يعني لما تشتري سهم في شركة انت فعليا بقيت مالك لجزء من الشركة دي. صحيح جزء صغير جدا، بس في النهاية انت ليك حقوق، زي انك تاخد نصيبك من الارباح لو الشركة قررت ان هي توزع ارباح، ولو السهم سعره زاد تقدر تبيعه وتكسب فرق السعر. يعني خلينا نقول مثال بسيط، شركة فيها 1000 سهم وانت اشتريت 10 أسهم، يبقى انت هنا بتمتلك 1% من الشركة. ولو الشركة كسبت مليون جنيه فانت نظريا نصيبك من الأرباح هو 1%، يعني يساوي 10,000 جنيه. ولو قررت الشركة انها توزع أرباح نقدية ممكن تاخدها ككاش أو يزودوه بيها في المحفظة بتاعتك. طيب يعني إيه سوق الأسهم بقى؟ سوق الأسهم ببساطة هو المكان اللي بيتجمع فيه الناس اللي عندها فلوس وعايزة تستثمر مع الشركات اللي محتاجة فلوس علشان تكبر. يعني الشركة بتطرح أسهمها وتقول للناس اللي عايز يمتلك جزء من الشركة دي يقدر يشتري سهم، ولما الناس تبدأ تشتري وتبيع الأسهم دي بيتكون اللي احنا بنسميه السوق الثانوي، وده السوق اللي الأسعار فيه بتتغير كل ثانية، لأن كل لحظة
في حد بيشتري وحد بيبيع. طيب نيجي لسؤال تاني، هو ايه الفرق بين السوق الاولي والسوق الثانوي؟ اول حاجه السوق الاولي ده المكان اللي الشركه بتبيع فيه الاسهم لاول مره، وده اللي بنسميه الاكتتاب العام او الاي بي او. الفلوس اللي بتتجمع هنا بتروح مباشرة للشركة نفسها عشان تستخدمها في التوسع أو المشاريع الجديدة. أما السوق الثانوي ده السوق اللي احنا بنتعامل معاه كل يوم، اللي هو البورصة اللي بنشوفها على الشاشات. في السوق ده الناس بتشتري وبتبيع الأسهم لبعض، والشركة نفسها مش بتستفيد من العمليات دي. يعني لو انت اشتريت سهم من شركة أبل، الفلوس دي ما راحتش لأبل نفسها، دي راحت للمستثمر اللي باع لك السهم. طيب الأسعار بتطلع وبتنزل ليه؟ ده السؤال اللي بيخلي ناس كتير بتتلخبط. ليه السهم ممكن يكون ب$100 الصبح وبالليل يبقى ب105 أو يبقى ب95؟ والجواب في كلمتين: أولا العرض والطلب. لو الناس كلها متفائلة بالشركة وبتشتري، السعر لازم يطلع، ولو الناس خايفة أو بتبيع، السعر لازم ينزل. بس اللي بيخلي الموضوع بقى أعقد شوية إن كل مستثمر عنده وجهة نظر مختلفة. في اللي شايف إن السهم غالي، وفي اللي شايف إنه لسه رخيص، وفي النص بيحصل التوازن اللي بيخلق السعر الحالي اللي بنشوفه قدامنا على المنصة. وخلينا اديك مثال بسيط يوضح لك الصورة. تخيل معايا إن في شركة اسمها جرين تك مثلا. الشركة دي سعر السهم بتاعها النهاردة كان $50، وفي 1000 شخص عاوز يشتري و800 شخص عاوزين يبيع. طالما الطلب اكتر من العرض، السعر هيبدأ يطلع، ولما الناس اللي كانت عايزة تشتري بتبدأ تكتفي، فاللي بايعين بيبتدوا يزيدوا، فالسعر ممكن ينزل. وده اللي بيخلق الحركة اليومية اللي بنشوفها على الشارت، طلوع ونزول مستمر، بس وراها دايما ناس بتتفاوض وبتغير توقعاتها طول الوقت. طيب مين بقى اللي بيراقب السوق ده وبيضمن العدالة فيه؟ في كل دولة في جهة رقابية مسؤولة عن تنظيم السوق، زي مثلا هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. دورها إنها تضمن إن مفيش تلاعب، وإن كل المستثمرين عندهم نفس الوصول للمعلومة. والجهات دي كمان بتفرض قوانين على الشركات المدرجة، زي إنها لازم تعلن أرباحها كل ربع سنة، وتكشف عن أي خبر جوهري ممكن يأثر على السهم. وده اللي بيخلي السوق الشفاف دايما أقرب للعدالة. طيب ليه الشركات بتطرح أسهمها؟ في سؤال لازم أي حد داخل عالم البورصة يسأله لنفسه: هو ليه الشركات الكبيرة في أمريكا زي أبل وتسلا وميتا وأمازون طرحت أسهمها في أسواق الأسهم؟ هل علشان الشهرة، ولا علشان تجمع تمويل، ولا في أسباب تانية ورا الكواليس؟ الواقع إن الموضوع أعمق من كده بكتير، واللي حصل في الولايات المتحدة خلال 100 سنة اللي فاتت هو اللي خلى سوق الأسهم الأمريكي يبقى أكبر وأقوى سوق مالي في العالم. أولاً الشركات بتطرح أسهمها عشان تقدر تجمع تمويل بدون ديون، وحط كلمة بدون ديون دي بين قوسين. في أمريكا لما شركة بتبدأ تكبر وتنجح بيبقى عندها دايما نفس التحدي: إزاي أوسع نشاطي وأجيب تمويل بدون ما أغرق نفسي في القروض. وهنا بيجي الحل من سوق الأسهم. بدل ما الشركة بتروح البنك وتاخد قرض عليه فوائد، بتقرر تبيع جزء صغير من ملكيتها في شكل أسهم للمستثمرين، وده اللي بنسميه زي ما قلنا الاكتتاب العام. بمجرد الشركة ما بتطرح أسهمها، أي حد في العالم بيقدر يشتري فيها ويبقى شريك رسمي، سواء مستثمر صغير بيشتري سهم أو صندوق تقاعد بيشتري ملايين الأسهم. وده اللي بيخلي الشركة تجمع رأس مال ضخم من السوق نفسه من غير ما تكون مديونة لأي جهة. طب تاني حاجة، عشان تحول الملكية الخاصة إلى ملكية عامة قبل الطرح، الشركة بتكون مملوكة لمجموعة محدودة: المؤسسين والمستثمرين الأوائل اللي هم الفينشر كابيتالز أو صناديق رأس المال المخاطر. لكن لما الشركة بتعمل IPO بتتحول من برايفت كومباني إلى بابليك كومباني، يعني أسهمها بتبقى متاحة للبيع والشراء لأي مستثمر على الشاشة. وده بيكون له ميزة
مهمة جدا. القيمة السوقية للشركة بتزيد جدا لأن بقى في طلب من ملايين المستثمرين. مثلا لما شركة فيسبوك طرحت أسهمها سنة 2012 قيمتها وقتها كانت حوالي 104 مليار دولار وقت الطرح، لكن بعد كام سنة بقت أكتر من 800 مليار دولار، وده لأن المستثمرين الأفراد والمؤسسات دخلوا وضخوا سيولة ضخمة جدا في السهم. طب تالت نقطة، علشان المؤسسين والمستثمرين الأوائل يقدروا يبيعوا جزء من حصصهم، دي نقطة ناس كتير مش بتفهمها. الطرح مش بس عشان الشركة تجمع فلوس، ده كمان عشان المستثمرين اللي دخلوا من البداية يقدروا يسيلوا جزء من أرباحهم. يعني صناديق رأس المال المخاطر اللي استثمرت في شركات مثلا زي أوبر وإير بي إم بي وهي لسه صغيرة ما يقدروش يبيعوا حصصهم بسهولة طول ما الشركة خاصة، لكن بعد الاي بي او يقدروا يبيعوا جزء من الأسهم في السوق ده ويحققوا أرباح ضخمة، وده اللي بيخلي سوق الأسهم الأمريكي جاذب جدا للمستثمرين، لأنك عارف إن في نهاية الرحلة في مخرج سيولة حقيقي اسمه أسواق الأسهم. طب رابع نقطة، علشان الشركة تبني ثقة وسمعة في السوق المالي في أمريكا، إن شركتك تكون مدرجة في البورصة دي مش مجرد خطوة مالية، دي كأنها شهادة ثقة. الشركات المدرجة بتخضع لرقابة صارمة جدا من هيئة الأوراق المالية الأمريكية اللي هي SEC، ولازم تنشر تقاريرها المالية كل ربع سنة، وده بيخلي المستثمرين حوالين العالم يثقوا فيها لأن كل معلومة عنها هي متاحة للعامة. يعني أي حد يقدر يدخل موقع الشركة أو موقع SEC ويشوف الإيرادات والأرباح وعدد الأسهم والديون، وده جزء من السر ليه الأسهم الأمريكية بقت تجذب كل رؤوس الأموال العالمية، لأن الشفافية أصبحت عالية جدا والمستثمرين بيحسوا إن هم داخلين سوق منظم وواضح. طيب تعالوا بقى نتكلم عن خطوات الطرح من أول الفكرة لحد التداول. الطرح في الولايات المتحدة مش قرار بيحصل في يوم وليلة، ده بيعدي على مجموعة مراحل واضحة، وخلينا اشرحها لك بشكل بسيط. أول حاجة تحضير الشركة نفسها، وده في أي سوق مالي في العالم مش في الولايات المتحدة الأمريكية بس. الشركة بتراجع قوائمها المالية وتجهز كل بياناتها مع المراجعين والمستشارين القانونيين، وبعد كده بتاخد ده كله وتختار بنك استثماري زي مثلا جولدمان ساكس أو مورجان ستانلي، هو بيكون مسؤول عن عملية تقييم الشركة وتحديد سعر السهم وتنظيم عملية البيع للمستثمرين. بعد كده بيبتدي يحدد السعر والكمية. البنك هنا بيعمل حاجة اسمها بوك بيلدينج، بيجمع فيها أوامر الشراء من المؤسسات الكبيرة عشان يقدر يعرف السوق ممكن يدفع كام، وبعد كده بتبدأ عملية الترويج. الإدارة بتلف على المستثمرين الكبار في نيويورك وبoston ولندن وتشرح لهم فكرة الشركة ونموها، ولحد ما يجي يوم الطرح، وده اليوم اللي الشركة بتبدأ فيه التداول فعليا في البورصة زي الناسداك وبورصة نيويورك، وبيبدأ السعر يتحرك لأول مرة بحرية في الأسواق بناء على العرض والطلب. طيب لو اتكلمنا بقى عن البورصات الأمريكية الرئيسية اللي بتتم فيها الطروحات، عندنا بورصتين رئيسيتين، أول واحدة هي نيويورك ستوك اكسشينج، ودي أقدم وأكبر بورصة في العالم، بتضم شركات ضخمة زي كوكاكولا وإكسون موبيل وجي بي مورجان. وعندنا كمان الناسداك، ودي البورصة اللي فيها شركات التكنولوجيا الكبرى زي أبل وأمازون ومايكروسوفت وميتا وتسلا وغيرهم كتير من الشركات، وكل ده هنتكلم عنه بشكل مفصل بعد كده. احنا في الحلقة دي بس بنحاول ان احنا نعرف بعض الاساسيات، وبيتميزوا دايما بسرعة التنفيذ والسيولة العالية، عشان كده دايما بنسميها بورصة الابتكار. ومعظم الطروحات الحديثة بقت بتحصل في الناسداك لان الشركات التكنولوجية بتحب المرونة اللي فيها اكتر من بورصة نيويورك. طيب كده خلصت عملية الطرح. ايه بقى اللي بيحصل بعد الطرح؟ بعد ما الشركة بتبقى مدرجة أسهمها بتبدأ تتداول زي أي سهم تاني، الناس بتشتري وتبيع والسعر بيبدأ يتحرك حسب أداء الشركة والنتائج اللي بتعلنها كل ربع سنة. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة مهمة جدا اسمها اللوك اب بيريود. بعض المؤسسين والمستثمرين الأوائل ما ينفعش يبيعوا أسهمهم أول 3 ل6 شهور بعد الطرح. طب ليه؟
عشان السوق ياخد وقته الطبيعي ويستقر، وبعد ما الفترة دي تخلص ممكن يحصل ضغط بيع كبير، وده ساعات بيأثر على سعر السهم لكن بشكل مؤقت، وده اللي لازم أي مستثمر ياخده في اعتباره. طيب النقطة اللي بعد كده، هل أي شركة بيتم طرحها في أسواق المال بتنجح؟ لا طبعا. زي ما في طروحات بتكسر الدنيا زي ما حصل في فيسبوك واير بي ام بي، في طروحات تانية فشلت تماما، زي مثلا وي ورك اللي اضطرت تأجل اكتتابها سنة 2019 بسبب مشاكل مالية ضخمة، وده معناه إن مش كل شركة بتطرح يعني إنها فرصة استثمار. عشان كده دايما المستثمرين قبل ما بيستثمروا بيقروا نشرة الإصدار قبل ما يشتروا أي سهم جديد، عشان يعرفوا الشركة دي داخلة السوق ليه، وهتستخدم الفلوس دي في إيه، وإيه حجم ديونها ومعدل نموها الحقيقي. طيب ننسى بقى الشركات شوية ونتكلم شوية عن الناس المشاركين في سوق الأسهم. وفي نقطة مش كل الناس بتفهمها عن سوق الأسهم، وهي إن السوق ده مش مجموعة من الأفراد قاعدين على موبايلاتهم بيشتروا ويبيعوا خلاص، لا، السوق الأمريكي تحديدا في شبكة ضخمة فيها أطراف مختلفة، كل واحد فيهم ليه طريقة تفكير وليه هدف مختلف وليه تأثير كمان مختلف. السوق بيتكون من ملايين الأفراد، لكن الحقيقة بقى إن أغلب الأموال اللي بتحرك الأسعار مش جاية من الأفراد أصلا، دي جاية من مؤسسات ضخمة. وتعالوا نفصلها مع بعض واحدة واحدة، لأن عشان تكون موجود في السوق لازم تكون عارف مين اللي موجود معاك. أول حاجة المستثمر الفرد او الريتيل انفستور، ده ببساطه هو انا وانت والشخص اللي فاتح حساب على منصه تداول وبيشتري اسهم من فلوسه الخاصه. المستثمر الفرد ممكن يكون عنده $100 او $100,000، لكن في النهايه هو بيشتغل لحسابه الشخصي. المستثمرين الافراد بيمثلوا تقريبا من 15 ل 20% من حجم التداول اليومي في السوق الامريكي، وده رقم مش قليل خالص، خصوصا بعد الطفره اللي حصلت بعد 2020 لما دخل ملايين الشباب السوق لأول مرة أثناء كوفيد 19. وكلنا فاكرين طبعا، أو معظم الناس الموجودة في الأسواق فاكرة قصة جيم ستوب، ودي كانت أول مرة العالم كله يشوف قوة الأفراد لما يتحدوا ضد مؤسسات ضخمة. هنا مجموعة من المتداولين على ريدت قرروا إن هم يشتروا في نفس الوقت، وسهم صغير جدا طار 1000% في أيام قليلة جدا. بس برضه دي حالات استثنائية. الحقيقة إن الأفراد بيدوا حركة، بيدوا سيولة، بس مش هم السر اللي بيحرك السوق كله. بعد كده عندنا المستثمر المؤسسي، ودول بقى الكبار الحقيقيين في وول ستريت. المؤسسات دي عندها مليارات الدولارات اللي عاوزة تستثمرها، وهي اللي فعلا بتحرك السوق بشكل يومي. وهنا بنتكلم بقى عن صناديق المعاشات أو صناديق الاستثمار المشتركة أو الهيدج فاندز اللي هي صناديق التحوط، وكمان شركات التأمين بتكون موجودة، وصناديق الثروة السيادية. المؤسسات دي بتدير أموال الناس العادية بس بتكون صناديق. يعني عندك مثلا صندوق تقاعد حكومي زي كالبرز في كاليفورنيا بيدير لوحده أكتر من 450 مليار دولار. لما الصندوق ده بيقرر ان هو يشتري اسهم في شركه زي امازون او مايكروسوفت، هو مش بيشتري هنا 100 سهم، هو بيشتري بملايين الدولارات في صفقه واحده، وده بيخلق طلب ضخم جدا على سعر السهم وقتها. علشان كده بنقول دايما ان السوق الامريكي بيتحرك لما المؤسسات تتحرك، مش لما الافراد يقرروا يفتحوا صفقه. عندنا كمان صناديق الاستثمار او الاي تي افس، ودي هنعمل لها حلقه لوحدها، ودي واحده من اهم المحركات في السوق الامريكي دلوقتي. صناديق الاستثمار المشتركه الميوتشوال فاندز وصناديق المؤشرات المتداوله الاي تي افس دلوقتي بيمثلوا حوالي 40% من اجمالي التداول في السوق الامريكي. ليه بقى؟ لأن أغلب الناس دلوقتي مش بتشتري أسهم فردية، لكن بتشتري صناديق بتتبع المؤشرات زي الاس ام بي 500 أو الناسداك. يعني هنا بدل ما تشتري سهم تسلا لوحده، أنت بتشتري صندوق زي اس بي واي أو زي فو، وده بيخليك تمتلك جزء من 500 شركة أمريكية في نفس الوقت. الميزة هنا إن الصندوق بيتداول زي السهم تماما، وده بيخلق سيولة ضخمة جدا في الصندوق، لأن الصندوق نفسه بيشتري ويبيع بشكل دوري عشان يقدر يحافظ على توازنه. فكر فيها كده، لما السوق كله يطلع الصناديق دي
بتشتري تلقائيا، ولما السوق ينزل بتضطر إن هي تبيع، وده بيضاعف الحركة اللي بتحصل في الأسواق. رابعا البنوك الاستثمارية، ودي تعتبر العقل المدبر لول ستريت، زي مثلا البنك المعروف جولدمان ساكس، او زي مثلا مورجان ستانلي. البنوك دي وعندنا كمان سيتي جروب. البنوك دي بتلعب ادوار كبيره جدا، مش بس بتساعد الشركات انها تدخل البورصه زي ما شرحنا قبل كده، لكن كمان عندها اقسام ضخمه بتشتغل في التداول المؤسسي. يعني لما صندوق كبير عايز يشتري بمليار دولار في سهم ابل مثلا، ما يقدرش هنا انه يدخل السوق بشكل مباشر، لانه هو هيهز السعر فورا. فالبنك الاستثماري بيتولى تنفيذ الصفقه دي بشكل ذكي وموزع على مراحل، بحيث يشتري الكميه الكبيره دي على مدار اليوم من غير ما السوق يحس. كمان البنوك الاستثماريه بتدير حسابات ضخمه لعملاء كبار، وبتتداول لحسابها الشخصي في بعض الاحيان، وده بيساهم في خلق سيولة ضخمة يومية في كل الأسواق. طيب عندنا كمان صانعي السوق أو الماركت ميكرز، ودول اللي بنسميهم المحرك الصامت للسوق. صانع السوق هو شركة أو جهة مسؤولة أنها تضمن دايما وجود سعر جاهز للبيع أو الشراء لأي سهم. يعني لو انت مثلا دخلت تشتري سهم ابل ومفيش بائع في اللحظه دي، صانع السوق هو اللي بيبيع لك السهم من عنده، وبيكسب من الفرق البسيط بين سعر الشراء وسعر البيع، وده اللي بنسميه السبريد. في الولايات المتحده الامريكيه صانعي السوق الكبار زي سيتادل سيكيورتيز وفيرشو فاينانشال بيتعاملوا في مليارات الدولارات بشكل يومي. وجودهم بيضمن ان السوق فيه سيوله طول الوقت، يعني تقدر تبيع وتشتري في اي لحظه من غير ما السعر يتجمد. التفاعل بقى بين كل الأطراف دي بيخلق السيولة، وخلينا نربط الصورة مع بعض بشكل واضح. المستثمر الفرد بيدخل السوق ويشتري سهم، في المقابل صندوق استثماري ممكن يكون بيبيع علشان يوازن محفظته. البنك الاستثماري بينفذ الصفقة للطرفين، وصانع السوق بيتدخل لو مفيش طلب أو عرض كفاية عشان يكمل عملية التوازن دي. وصناديق ETFs بتضخ أو بتسحب سيولة بشكل مستمر بناء على حركة المؤشرات. كل ده بيحصل في أجزاء من الثانية، وده اللي بيخلي السوق الأمريكي واحد من أقوى أسواق العالم في الوقت الحالي، مش بس لأن في سيولة كبيرة، لكن لأنه في نظام متكامل بيضمن إن السوق دايما شغال ومليان سيولة. وبكده تكون انتهت محاضرتنا الأولى. حاولنا إن احنا نتكلم فيها عن بعض الأساسيات، ولسه الرحلة مستمرة. أشوفكم في الفيديو الجاي.